السلام عليكم الخوت، صافا مزيان. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ديال اليوم الخوت تعرفوا معايا الطريقه الصحيحه للتسجيل في المنحه ديال التعليم العالي بالنسبه للموسم الجاي 2023 2024. الناس اللي عندهم الحق انهم يتسجلوا في المنحه بالنسبه لهذا الموسم التلاميذ اللي خداو البكالوريا في هذه السنه 2023. كذلك من الشروط ديال التسجيل باغ انترنت في المنحه ديال التعليم العالي اللي هو يكون السن ديالك اقل من 26 سنه. هادو هما الشروط الخوت الا بغيتي تدفع المنحه ديال التعليم العالي. الا ما كانوش عندك هاد الشروط راه ما غاديش دوز للمرحله الثانيه. اون فوا تكتب رقم مسار ديالك راه يكتبوا لك واحد الميساج يقولوا لك ليس لكم الحق في التسجيل في منحه التعليم العالي. بالنسبه لهذا العام الخوت راه التسجيل في المنحه راه سهل بزاف عكس السنه الماضيه كنتو كتدخلوا بعض المعلومات ديال الدخل السنوي وبعض المعلومات الاضافيه المتعلقه بالاخوه. هاد السنه راه سهلت عمليه ديال التسجيل في المنحه. المهم تبعوا معايا هذا الفيديو باش تعرفوا معايا الطريقه الصحيحه للتسجيل في المنحه ديال التعليم العالي وبعض المعلومات الاخرى اللي غنهضروا عليها على المنحه. ونبداو على بركه الله الخوت. اول حاجه دابا الخوت غنديرو غنمشيو للمتصفح ديالنا اللي عندنا في التليفون اولا في البيسي وغنكتبوا منحتي على هذا الشكل وغنكليكيو على روشيرش. من بعد الخوت غيطلعوا لنا بعض الاختيارات غنكليكيو على ايداع الطلب اولا تقديم الطلب. هنا الخوت وغيدينا مباشره للسيت او لا الموقع ديال التسجيل في المنحه ديال التعليم العالي. من بعد الخوت هنايا غيطلبوا منا نكتبوا رقم مسار ديالنا وكلمه المرور وادخال الرمز. حنا ما عندناش كلمه المرور. اول حاجه دابا خاصنا نكتبوا رقم مسار ديالنا باش نقدروا نتحصلوا على كلمه المرور. هنا الخوت غنضغطوا على هذا الاختيار اللي بالاحمر لا توفروا على كلمه المرور. من بعد الخوت هنا كيقولوا لنا ستصلكم كلمة المرور عبر بريدكم الإلكتروني في بضع دقائق. كنكليكو حنا على موافق. من بعد الخوت غنمشيو لأوتلوك داك الموقع فين شفتو النتائج ديال البكالوريا. وهنا الخوت تلقاو الميساج ديال منحتي وغتلقاو هنا الكود كما تلاحظوا معايا. هذا هو الكود ديال التسجيل في المنحة ديال التعليم العالي. بالنسبة للطريقة ديال الا بغيتي تدخل لهذا الموقع ديال اوتلوك غنخلي لك هذا الموقع في صندوق الوصف. هنا تكتب رقم مسار ديالك كما مكتوب في شهاده البكالوريا وغدير اروباس تعليم بدوزه بوان ما وغنكليكيو على سويفون. هنا الخوت ضروري خاص يوصلنا واحد الميساج في التليفون ديالنا فيه واحد الكود. داك الكود هو باش غنفتحوا الكونت ديال اوتلوك. من بعد الخوت فاش كتختار الطريقه باش بغيتي تاكتيفي الكونت من بعد تحل معك السيت ديال اوتلوك. هنا تلقى النتائج ديال البكالوريا وكذلك تلقى الميساج ديال المنحه. هذا الميساج الخوت غتلقى كلمه المرور اللي عندنا بها الغرض. غنسخو ديك كلمه المرور وغنحطوها هنايا. غيتبقى منا دابا ندخلو هذا الرمز الخوت اللي هو YACZ. من بعد الخوت غنكليكو على دخول هذا اللي بالخضر الخوت. من بعد الخوت كيطلع لنا هذا الميساج الخوت راه واضح باين لكن ما خاصكش تغلط في المعلومات. الا كان شي غلط راه ما غاديش تقبل. وكنكليكيو حنا على موافق باش ندوزو الخوت للمرحلات اللي باقيين. غنهبطوا الخوت لتحت. هنا الخوت مطلوب منا ندخلوا هذا المعرف الرقمي المدني والاجتماعي. هذا المعرف الرقمي الاجتماعي كيتعطى للناس اللي مسجلين بالسجل الوطني للسكان. ضروري خاصكم الخوت تسجلتوا في هذا السجل الوطني للسكان باش تقدروا تسجلوا في المنحه ديال التعليم العالي. من بعد الخوت هنايا كندخلوا تاريخ الازدياد ماشي كندخلوا كنتاكدوا حيت هما ديجا عاطينا. من بعد الخوت هنا كنكتبوا هذا الرمز هاد جوج KVD يكونوا صحاح وكنتاكدوا من هذه المعلومات وكنتاكدوا كذلك من هذا المعرف الرقمي المدني الاجتماعي المتكون من 10 ارقام. ومن بعد فاش كنتاكدوا من المعلومات ديالنا كنكليكيو على حفظ. من بعد الاصدقاء كتفتح معنا هذه الصفحه على هذا الشكل. هنا تيقولوا لنا الطلب ديالكم راه تمت المصادقه عليه ويمكنك الان تحميل وصل هذا الطلب وسيحال هذا الطلب على اللجنه المختصه لدراسته والبت فيه وسيتم إشعاركم بالمال الذي خصص لطلبكم على بريدكم الإلكتروني. البريد فين حصلنا على كلمة المرور. غير أنه وفي حالة عدم صحة المعلومات التي أدليتم بها سيعتبر طلبكم لاغيا ولن يحال على اللجنة الإدارية. هنا الخوت مباشرة صافي فاش كتقدم الطلب ديالك ديال المنحة للاستفادة منها. هنا الدوسي ديالك غيمشي للجنة المختصة بطبيعة الحال المقاطعة غيوصلها الدوسي ديالك والمقاطعة بطبيعة الحال غتكلف وغادي
تكلف المقدم ديال الحومه ديالكم مازال غيجي عندكم المقدم، وغير الا خصاتو شي وثيقه او شي حاجه مازال غيصيفط لكم في الرقم ديالكم، او اللي يقدر يتواصل مع الاب ديالك باش الا خصاتو شي وثيقه يجيبها. المهم حنا صافي دابا خاصنا نتيليشارجيو البي دي اف، كنكليكيو على تحميل الوصل، وهذا هو الوصل ديال الاستفاده من منحه التعليم العالي. وهكا كيكون الخوت هذا الوصل على هذا الشكل. احتفظوا به احتفظوا به احتفظوا به، حيت مازال غتحتاجوها الخوت. وهذه هي الطريقه الخوت ديال التسجيل في المنحه التعليم العالي. بالنسبه للخوت لواحد السؤال كيتعاود بزاف د المرات، تيقول لك بالنسبه للناس اللي بغاو يدفعوا للتكوين المهني، تيقول لك واش حنا عندنا شي سيت ديالنا بوحدنا كنتسجلوا فيه؟ لا، نتوما عندكم سيت واحد، سواء كنتي غتدفع للتكوين او كنتي غتدفع للجامعه او المدرسه العليا الاساسيه، سيت واحد ديال التسجيل في المنحه اللي هو هذا. وهذه هي الطريقه الصحيحه للاستفاده من منحه التعليم العالي بالنسبه للموسم الجاي ان شاء الله. وبالنسبه للخوت الموعد الاعلان على المقبولين في المنحه ديال التعليم العالي، بالنسبه للسنه الماضيه كانت البدايات ديال الاعلان على المقبولين في المنحه ديال التعليم العالي في الاواخر ديال شهر 11 والبدايه ديال شهر 12، تما بدات العمليات تتعلن على المقبولين. هذه من جهه اين فوا كتقبل راه ما كدير حتى شي اجراء، حتى كيتحط الاعلان ديال سحب بطاقه منحتي. تقريبا العام الفايت تحط في شهر جوج اللي داز، تحط الاعلان ديال سحب بطاقه منحتي. انت كتحدد الوكاله فين باغي تاخذ البطاقه ديال المنحه، وكتصرف لكم الشطر الاول والثاني معا. وبالتوفيق لكم ان شاء الله، وكاملين ان شاء الله تقبلوا في المنحه. وهادشي الخوت دابا اللي كاين في هذا الفيديو، نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش الخوت تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش الا تحطات اي مواضيع على هذا الشكل يوصلكم على شكون نوتيفيكاسيون او لا اشعار في التليفون ديالكم. يلا السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد.